مرحبا بكم مشاهدينا. بعد نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جاء الدور على حليفه في ليبيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر ليدلي بدلوه هو الآخر في أزمة دارفور. بحسب السلطات السودانية زود حفتر من تصفهم الخرطوم بمتمردي دارفور، زودهم بالدعم العسكري في قتالهم القوات الحكومية. دور ذكر الشارع السياسي في السودان بتدخلات العقيد الراحل معمر القذافي في شؤون بلادهم، في مقارنة لم تغفل عما تغير في المنطقة. فالقذافي قضى في ثورة أسقطت نظامه، والسيسي انقلب على الشرعية في مصر. أما حفتر فقد شرع يمد أذرعه نحو الجوار الليبي حتى قبل أن تستتب له الأمور في بلاده. فتحي إسماعيل والتقرير التالي، ثم نبدأ النقاش. لم تكن ليبيا منذ عهد القذافي بعيدة عما يحدث في إقليم دارفور السوداني، ويبدو أن ما تمر به من تدهور لم يمنع أطرافا فيها من مواصلة الانخراط في ذلك الصراع حتى اليوم، إنما وفق معطيات وتحالفات ومآرب جديدة الثابت الوحيد فيها هو استهداف السودان. يتعلق الأمر أساسا باللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي عاودت الخرطوم اتهامه بدعم الحركات المسلحة في الإقليم، دعم يبدو في جانب منه مكافأة لتلك الحركات على مشاركتها في الحرب الليبية واستمرارا لنهج القذافي في زعزعة أمن السودان كما تقول حكومة الرئيس عمر حسن البشير، لكنه أيضا يتجاوز تلك الاعتبارات إلى أهداف أخطر تتمثل بإذكاء النزاع لأجل تقويض وقف إطلاق النار الساري في الإقليم وإرباك مواقف الحكومة السودانية أمام المجتمع الدولي الذي يضعها تحت المجهر بسبب دارفور، بينما تعاقبها الولايات المتحدة للأمر نفسه. لكن لقائل أن يسأل: وما مصلحة حفتر الغارق في صراعه الدامي بالشرق الليبي في العمل على قلب موازين القوى في الإقليم والنيل من السودان؟ لا يبدو الجواب هنا مقتصرا على حفتر، بل ممتدا إلى الجهات التي تدعمه وتمده بالسلاح والعتاد والذخيرة الإعلامية أيضا، وهم أساسا مصر والإمارات. مدرعات مصرية. لم يتردد الرئيس السوداني مرارا في اتهام القاهرة بدعم الحركات المسلحة في دارفور، بل وأكد في آخر اتهام منه عثور الجيش السوداني على آليات وأسلحة مصرية خلال صده هجوما شنته تلك الحركات المسلحة في الإقليم شهر آيار مايو الماضي، قادمة من حدود ليبيا وجنوب السودان في وقت متزامن، وهو ما نفته مصر في حينه. على قدر أهمية تحالفاته تلك، يبدو حفتر إذن معنيا بتورطه في نزاعات السودان خدمة لتلك الأطراف، فهو رأس الحربة وحلقة الوصل كما تقول الخرطوم في نقل الأسلحة إلى خصومها، اعتمادا على جغرافيا ملائمة تتداخل فيها أراضي ليبيا بالسودان، وهي نفس خطوط الإمداد التي كان يسلكها نظام القذافي سابقا في دعم الحركات المسلحة في دارفور. لا غرابة في ذلك يقول مراقبون، فالرجل لا يخفي مسعاه لإعادة ليبيا إلى حكم عسكري تسلطي يحتاج تحقيقه لخبرات الجماعات المسلحة كتلك التي في دارفور، وهو ما يؤكد السودان أنه حاصل فعلا، وأن مقاتلين من تلك الحركات ضالعون في الاقتتال الليبي وبرعاية وإشراف ومباركة من أطراف خارج ليبيا. لمناقشة هذه القضية معنا من الخرطوم الصادق الرزيقي رئيس تحرير صحيفة الانتباه السودانية ونقيب الصحفيين السودانيين، وينضم إلينا من اسطنبول وليد أرتيمة المحلل السياسي الليبي، وعبر الهاتف من تونس عز الدين عقيل الباحث والكاتب السياسي الليبي. وأبدأ معك سيد الصادق من الخرطوم. السودان كيف يفهم تدخلات حفتر في دارفور ودعمه تحديدا لحركات التمرد في شمال وشرق دارفور؟ أولا علاقة حفتر بحركات دارفور هي امتداد لعلاقة نظام القذافي بحركات دارفور. في العام 2014 عندما تحالف حفتر مع أعوان وأزلام القذافي
تم نصحه من جانب أعوان القذافي بأن يستعين بمرتزقة سواء كان من حركات دارفور أو من دول أفريقيا جنوب الصحراء. بالفعل تمت اجتماعات في القاهرة وفي طبرق بين حفتر وقيادات حركات دارفور المتمردة، وتم تنسيق وتشبيك وتربيط هذه العلاقة بين الجانبين. وفتح حفتر معسكر زلة جنوب غرب طرابلس لهذه الحركات. تم تدريب هذه الحركات على تحت إشراف المصريين وتحت إشراف حفتر نفسه. وشاركت حركات دارفور كما شاركت من قبل مع القذافي، شاركت في كل حروبات حفتر سواء كان في بنغازي أو في منطقة الهلال النفط الليبي أو في جنوب ليبيا أو مؤخرا في منطقة الكفرة. فهذه العلاقة تمت رعايتها من أعوان القذافي ومن بقايا النظام القذافي السابق وتحت إشراف المخابرات المصرية. هذه هي العلاقة الحقيقية التي بدأت من 2014 وكان دخول الحركات إلى ليبيا في 2015، والآن توجد معسكرات لهذه الحركات المتمردة في ليبيا تتلقى التدريب والدعم من هناك. أما حفتر نفسه فهو محطة تحويلية لتحويل السلاح القادم من القاهرة إلى حركات دارفور وتحويل الأموال التي تدفعها أطراف أخرى أيضا إلى الحركات في دارفور، وكذلك هو مخلب الغطاء الآن في الحرب على السودان وفي محاولة إضعاف السودان والتدخل في شأن دارفور. هل لدى السودان أدلة حسية على هذا الدعم وعلى نقل السلاح والتدريب في ليبيا وغير ذلك؟ لدى السودان معلومات أكثر من موضوع حفتر. وزير الخارجية السوداني الذي زار القاهرة مؤخرا سلم السلطات المصرية والرئيس المصري معلومات متكاملة حول الدعم المصري الذي ذهب إلى حفتر وذهب إلى حركات دارفور، كل أنواع السلاح، كل أنواع المدرعات التي وصلت، الذخائر أيضا كلها من مصر. وكذلك سلمت تسجيلات ومعلومات أخرى حول من الذي نسق هذه العلاقة بين حفتر وحركات دارفور ومن الذي أشرف على معسكرات التدريب وعلى بقاء هذه القوات في معسكرات حفتر. فلدى السودان معلومات مفصلة في هذا الجانب، ولا أعتقد حتى حفتر نفسه ينكر هذه العلاقة. بالإضافة إلى ذلك هنالك أسرى من الحركات المتمردة في دارفور في المعارك الأخيرة اعترفوا بهذا الدعم. كذلك عندما هزمت الحركات في منطقة شمال دارفور هربت أكثر من 40 سيارة من السيارات التي تبقت ومعها بقية الحركات، هربوا ورجعوا إلى ليبيا والآن موجودين في المعسكر الرئيسي في منطقة زلة. هذه المعلومات معلومة، هنالك إثباتات، هنالك وثائق، هنالك أدلة، كلها الآن موجودة للسلطات السودانية ومعلومة حتى لدى السلطات المصرية. سيد عز الدين عقيل، الباحث والكاتب السياسي الليبي، أنت معنا من تونس عبر الهاتف. والسؤال المطروح أمام هذا الكم من المعلومات حول تدخل حفتر في شمال دارفور وشرق دارفور ودعمه لحركات التمرد هناك، ما هي الأهداف التي تقف وراء ذلك وماذا يريد حفتر من وراء هذا الدعم؟ مساء الخير أخي الكريم لك ولضيوفك الكرام وكذلك لمشاهدينكم ورمضان كريم. الحقيقة لا أعتقد أن ما سمعناه من السيد الذي يتحدث من الخرطوم أنها أدلة ترقى إلى تورط خليفة حفتر في الصراع الدائر في السودان. الصراع الدائر في السودان هو قبل خليفة حفتر وهو من أيام القذافي كما هو أشار، بل ربما يكون حتى قبل ذلك. وأعتقد أن على السودان أن يعالج قضاياه الداخلية باحترام الحريات وكذلك باحترام مبدأ التداول السلمي على السلطة وبتمكين الجميع من المشاركة السياسية في بلادهم وأوطانهم. لا يمكن أن يحمل القمع الداخلي في السودان مسؤوليته لخليفة حفتر أو غيره. على البشير أن ينفتح أكثر على شعبه في الداخل وعليه أن يعالج هذه المشاكل الداخلية. ولا أعتقد أن السودان سيكون استثناء في هذه الفوضى الإقليمية. البشير اعترف في آخر لقاء له في جريدة الأهرام بأنه ساعد المتمردين الليبيين على إسقاط النظام في ليبيا. هو أيضا كان طرفا في مساعدة أولئك الذين أسقطوا النظام في مصر، وعليه أن ينتظر الآن الدور عليه. الدكتاتورية في السودان يعني معنى ذلك أفهم منك أرض الجمال والخير، أرض السمر والنيل، حضارة ممتدة.